الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معانا كتاب في ساعة: قدس والخليل في الرحلات المغربية، منظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو. رحلة ابن عثمان نموذجا. تقديم وتحقيق عبد الهادي التازي، عضو الأكاديمية المغربية، 1997-1418. طبعا ابن بطوطة كان من المغرب، وادي ابن عثمان مؤرخ، وابن جبير الأندلسي برضه من المغاربة، كلهم رحالة. القدس والخليل منارتان من منارات التاريخ الإيماني للبشرية جميعا، شهادتا مولد الهدى وأنوار الرسالة لتفيض على الأرض سلاما ورحمة. منهما بعثت رسل الله ليخرجوا للناس من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان. القدس تحتضن المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله، والذي هو أولى القبلتين وثالث الحرمين، ومصر رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله خاتم النبيين والرسل. والخليل مدينة إبراهيم عليه السلام، الذي تصدى فرضا بحول من الله وقوة لضلالات قومه وزيغ أهوائهم. إن شاء الله أن تكون القدس وسائر الأرض السليبة هي الراية التي تنضوي تحتها الأمة الإسلامية في مسيرتها المباركة. ابن العربي الأندلسي الذي رحل في عهد الدولة المرابطية صحبة ولده القاضي أبو بكر في سفارة إلى الخليفة المصدر العباسي من قبل السلطان يوسف بن تاشفين، كما يروي ابن خلدون في تاريخه الشهير. هذا القاضي أبو بكر وصاحب الرحلة الذي اشتهر أمرها بين المتقدمين، فنقل عنها ما شاء الله أن ينقله. لقد وصل أبو بكر صحبة ابنه إلى بيت المقدس، كان فيها الإمام أبو بكر الطرطوشي الفهري من كبار علماء المالكية بالأندلس، وهو كابن العربي خرج من البلاد في اتجاه المشرق وزار القدس، فلقيه ابن العربي واستفاد منه كثيرا. يقول ابن العربي فيما نقله عنه المقري صاحب نفح الطيب: تذاكرت بالمسجد الأقصى مع شيخنا أبي بكر الطرطوشي في حديث أبي ثعلبة المرفوع: إن من ورائكم أياما للعامل فيها أجر 50 منكم. قالوا بل منهم؟ قال بل منكم، لأنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون. قال ابن العربي: شاهدت المائدة بطوزتها مرارا، وأكلت عليها ليلا ونهارا، وذكرت الله سبحانه وتعالى فيها سرا وجهارا، وكانت صخرة صلداء لا تؤثر فيها المعاول، وكان الناس يقولون مسخت صخرة، والذي عندي أنها صخرة في الأصل، وقطعت من الأرض محلا للمائدة، والنازلة من السماء، وما كل ما حولها حجارة مثلها، وكان ما حولها محفوفا بقصور، وقد نحتت من ذلك الحجر الصلب بيوت أبوابها منها ومجالسها منها مقطوعة فيها، وقد كنت أخلو فيها كثيرا للدرس، وكنا نفاوض الكرامية والمعتزلة والمشبهة واليهود، وكان اليهود بها حبر منهم يقال له التستري، وخصمنا النصارى بها، وكانت البلاد لهم يأكلون ضياعها ويلتزمون أديارها ويعمرون كنائسها. وقد شرحت أمرها في كتاب ترتيب الرحلة. هناك رحالة مغربي آخر جوال من العهد الموحدي صاغ نتائج رحلته في موسوعة جغرافية الشريف الإدريسي السبتي، شاهد عيان صاحب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، يقارن فيها المسجد الأقصى بمسجد قرطبة، فقد وصف بيت المقدس بأوصاف لها أكثر من دلالة. كانت تسمى إيليا، وهي على جبل يصعد إليها من كل جانب. ويتحدث الإدريسي عن الكنيسة العظمى المعروفة بكنيسة القمامة، وهي الكنيسة المحجوج إليها من جميع بلاد الروم. وبعد وصف مسهب للصخرة يذكر أنه ينزل من أسفلها إلى سرداب كالبيت المظلم، ولا يدخل إليه إلا بمصباح يستضاء به. ولهذه القبة 4 أبواب، والباب الغربي منه يقابل المسبح
كان بنو إسرائيل يقربون عليه القرابين، وبالقرب من الباب الشرقي من أبواب هذه القبة الكنيسة مسماة بقدس القدس، وهي لطيفة القدر. وعندما يتحدث الإدريسي عن مدينة الخليل يقول إنها قرية ممدنة ومساجدها قبر إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وكل قبر بقبورهم تجاه قبر امرأة صاحبه. وهذه المدينة في وهدة بين جبال كثيفة الأشجار، أعني شجر الزيتون والتين والجميز وفواكه كثيرة. والمكناسي اشتقاق بيت المقدس والترغيب في سكن بيت المقدس. واستمرت زيارات المغاربة للقدس، ولاحظ أن العبدري ابتدأ بزيارة الخليل محل الأنيس والمعهد الذي تخير فيه مقيل. هذا قبر أم سلمة فاطمة بنت الحسين. والبلد مدينة كبيرة منيعة وسورها مهدوم. وبعد أن ينقل عن أبي عبيد البكري الذي اعتمد في إفادته على غيره، حيث أنه لم يزر القدس على نحو ما كان من ابن عبد ربه، في وسط فضاء المسجد قبة الصخرة، وهي من أعجب المباني الموضوعة في الأرض وأتقنها وأغربها. ابن بطوطة في عهد دولة بني مرين وصل بيت المقدس 1325 ميلادي 725 هجري في عهد سلاطين المماليك، حيث زار المسجد الأقصى أكثر من مرة، ووصفه بأنه ليس على وجه الأرض مسجد أكبر منه، وأن طوله من شرق إلى غرب 752 ذراعا بذراع مالكية، وعرضه من القبلة إلى الجوف 400 ذراع، يعني 752 في 435 دراع. قبة الصخرة من أعجب المباني وأتقنها وأغربها شكلا. مخطط والبلوي في مدينة الصخرة ضحوة الخميس، أسماء بعض من أخذ عنهم في ذلك المقام: باب الجنة، ورحلة العياشي، ابن أسمار في مذكراته حول القدس والخليل. تحدث الرحالة الفارسي نصر خسرو 1047 كتابه سفرنامة عن رواق المغاربة في القدس.